ده ميتال ويعني معدن، وده MDF، وده اللون زي اللون ده. انا اعتقد ان هم بيشتغلوا مع شركات بتطلع الوان لكذا ماتيريال تطلع نفس اللون. احنا ما بنعملش ده. بسامبل وورد، طلع واحده واحده كل ده الكالرز تشوفها. انت دخلت متاخر عن الامتحان. اتس فيري نايس، تفصيله حلوه حلاوه. لا والالوان نفسها ديسبلاي حلوه. الاكوستيك تريتمنت مش باينه خالص من بعيد بس اتس ذير، فمن بعيد it looks like oak. It's all acoustically treated يعني. طريقه جديده عشان الفيديو كونفرنسنج كول، ان الكاميرز اللي موجوده بيبقى فيها كمان السماعات وحاجه بتعمل حاجه اسمها ساوند انسليشن. الكاميرا بتايدنتيفاي مين اللي بيتكلم لما يبقى في ناس كتير حاضرين، وبتقدر تفصل الصوت بتاع الشخص اللي بيتكلم ده عن بقيه الناس اللي حواليه. يعني ده مايك؟ ده بيبقى مايك، وعشان يفصل الصوت تلاقي السماعات موجوده هناك متوزعه عشان الصوت، وفيها تلاقي كاميرا ممكن ساعات كمان بتبقى موفبل عشان تديتكت، اللي هي اللي موجوده فوق التي في. كمان بيبقى في حاجه اسمها اللي هو النويز ريدكشن، يعني عارف الوش اللي بيبقى موجود في السماعات الجديده بقت بتقلل ده، فدول كمان بيقدروا يعملوا ده، يظبطوا الديسبل ليفل. الحته العاليه دي المضلعه، التضليعه دي بتساعد في عزل الصوت. الحاجه الثانيه العلاقات دي، دايما في علاقه، بعدين في حته فاضيه نكمل السقف، في حته فاضيه ما بين الماتيريال ننزل نكمل لاخر الحيطه. بص تحت نفس الموضوع. لو كملت عند الالومنيوم الحته اللي هناك هتلاقي الزاويه هناك باينه قوي، الخط الاسود قد الخط اللي فوق في الازاز. كله مكمل. الخطوط واضحه، الخط اللي في الخشب تاني خط هو ماشي مع ده. الحاجات دي مريحه نفسيا واحنا بنشتغل. في حاجات ما بيتمش شرحها للانسان ولكن هو بيرتاح نفسيا انها موجوده. بصي السبيس نفسه البيسك عامل اللي هو كونكريت في كل حته، وهنا الكلادنج الابيض ده والخشب ده عامل الفورم هنا بتاعت السلم سترايكنج كولر. ان هي تبقى البريما دون، كل ده الباك جراوند وطالع بيها از فرونت جراوند، ناحيه كولر وناحيه فورم. هنا مش واخدها ستريت زي دي، هنا قطعها هنا، فذاتس واي السبيس مش زحمه، فقادر لو يحط اليمنت هنا غريب ما يعملش مشكله، والسبيس كله هارمونايز جدا مع بعض. كل برودكت يونيلين هتلاقوها في مصر عند سويدش جروب. معلومة من الممرجي.